النهاردة هنعمل الفطير المشلتت بطريقة سهلة وجميلة وما فيهاش أي افتكاسات، ولو انتي أول مرة تعمليه هتتشجعي وتعمليه من سهولة الطريقة. فطير مشلتت فلاحي أصلي جميل ولذيذ وطري وخطير جدا، وبمكونات موجودة في كل بيت. تقدري تعمليه في أي وجبة انتي حباها سواء فطار أو غدا أو عشاء، وبيبقى جميل وخطير جدا. مبدئيا كده هنجيب كيلو مربع من الدقيق، هنعمل 3 فطاير زي اللي انتي شفتيهم دول. الفطير المشلتت بيكون دقيق وبنحط له ذرة ملح وبنحط له معلقة من السكر ومية، ما بنحطلوش حاجة اكتر من كده، ولا بنحط بقى بيكنج باودر ولا اي حاجة. ادي هنا معلقة من السكر، وادي كمان حطينا ذرة الملح، وهنجيب مية من الحنفية هنعجن بيها. بيتعجن بطريقة سهلة وجميلة، بس أهم حاجة في الفطير المشلتت إن انتي لازما العجينة ترتاح شوية. يعني أنا سبتها بعد ما عجنتها حوالي ساعتين كده ترتاح فيهم، وبعد ما قرصتها كمان سبتها شوية برضو ترتاح فيهم، عشان لما تيجي تفرديه يتفرد معاكي كده ويبقى جميل ولذيذ وما يتعبكيش خالص. بصي هنا لغاية دلوقتي بنعجنه ازاي. بتعجنيه لغاية بتدي للعجينة بتاعتك مية لغاية ما تلف معاكي وتبقى جميلة وتلاقي الطبق بتاعك اتلم. ما اقدرش اقولك قد ايه مية لانه بيختلف على حسب نوعية الدقيق بتاعك. انا هنا خد مني كوبايتين مية، كيلو ربع من الدقيق. ما شاء الله هيعملوا 3 فطاير عظمة جدا وخطيرة جدا، وتعمليها بقى زي ما ولادك بيحبوه. في اللي بيحب كده يكون مقرمش شوية، وفي اللي بيحبه يبقى طري خالص. اعمليه بقى زي ما هم حابين، المهم ان انتي تعرفي طريقة اللف. بصي بقى كده، هو كده العجينة خلاص جميلة، سبتها ترتاح لمدة ساعتين وبعدين هبتدي اقرصه. بصي الكورة اللي انا قرصتها حجمها عامل ازاي، عاملة كده قد كورة التنس، او يمكن قد كرة التنس بالظبط، عشان هنبتدي نفضي الرخامة بتاعتنا وهنفرد كل راق ونخليه كده رقيق جدا زي الورق الشفاف بالظبط. بصي حطيت هنا زيت وسبته يرتاح، على فكرة بعد ما قرصته سبته يرتاح بتاع نص ساعة. حطيت زيت وهبتدي افرد على زيت كده، هتحسي كده ان هي بتجري منك. اول ما تحسي ان هي بتجري منك تعرفي ان العجينة ارتاحت. بصي بتمط ازاي، دخلي بقى الهواء فيها كده ومطيها. انا هعمل العجين ده يعني هفرد لي كده وادخل بتاع حوالي 7 رقات في بعض، هيعملوا لي الفطاير اللي انت شفتيها دي. وكنت عاملاها هنا ما كانتش غدا، كانت وجبة عشاء بس كانت بدري شوية. كان جميل ولذيذ جنب الجبنة هنا سمنة بلدي. بصراحة الفطير بيبقى بالسمنة البلدي خطير. بصي بعد ما فردناها هنبتدي نتنيها كده 4/4، ونحط هنا سمنة بلدي ما بين كل راق وراق سمنة. هنسيبها بقى كده ونيجي نفرد التانية. انا الطريقة بتاعتي بدخل واحدة في واحدة لغاية، يعني لو كنت حابة الكيلو اعمله واحدة بس واعملها جامبو كبيرة خالص، بعمل لي مثلا بتاع الكيلو بيعمل بتاع حوالي 30 كورة وادخلهم جوه بعضهم. بصي اتفرد معاكي ازاي، بصي جميل وخطير ازاي. ما شاء الله كل ما سبتيه يرتاح كل ما كانت النتيجة بتاعتك مبهرة. شايفة لون الرخامة باين من تحت العجينة ازاي، ده معناه ان هي ارتاحت، وبالتالي بتبقى سهلة جدا في عملية الفرد. انا الموبايل بتاعي مش جايبلك انا فردها اكتر مما انت شايفاها كمان. بصي هبتدي ادخل طبعا ما بين كل راق وراق سمنة، بملس عليها بسمنة. هبتدي ادخل 7 كرات في قلب بعض، 7 8، كل ما كترتي في الكرات كل ما بقت اديتك حجم اكبر. بصي ما شاء الله تبارك الله بتجري معاكي على الرخامة، يعني بايد واحدة تبارك الله. بصي ما شاء الله كل ما ارتاحت كل ما ساعدتك جدا.
عايزاكي تعرفي ان هي جميلة لما تلاقي لون الرخامة بتاعك باين من تحت ايه حتة العجين، تعرفي ان انتي فردتيها كويس، وتعرفي ان هي شفافة وجميلة، وبالتالي هتبقى مورقة معاكي وتبقى خطيرة خالص. بصي ما شاء الله تبارك الله. ندهن بقى سمنة، ممكن تحطي بقى سمنة على زيت، تعمليها سمنة بس، ايا كان ايه. بصراحة انا بحبه قوي يبقى بالسمنة البلدي، افرد على زيت واحط ما بين الرقات سمنة بلدي. الزيت بيساعدني في الفرد وبيخلي العجينة تجري معايا جدا. بصي هنا بعد ما كورنا ال3 كرات هنسيبها ترتاح برضو بتاع حوالي ربع ساعة او نص ساعة، وبعد كده هتيجي تفرزيها في الصينية، هتتفرد معاكي وبتبقى جميلة جدا. هنا طبعا جبت بقى حتة قشطة حلوة كده، كنت محوشاها من قشطة اللبن، ابتدي افرديها جميلة خالص. طبعا دلوقتي الفطيرة يعني اخر مرة سأل عليها كانت ب60 جنيه من شهرين، معرفش دلوقتي سعرها ايه. بصي بقى جميل جدا، كيلو ربع دقيق عملوا 3 فطاير وسط زي ما انتي شايفة كده. حطي بقى الفرن بتاعك يبقى حامي، وحطي القشطة على الوش كده، ويا سلام جهزي بقى حتة الجبنة القديمة وشوية العسل، ويبقى وجبة خطيرة جدا. تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، على حسب ما انتي عايزة. بتبقى جميلة وبتحصلي على نتيجة مبهرة. دي أبسط طريقة لعمل الفطير. بصي ما شاء الله تبارك الله، يعني كان نفسي اوريها لك وهي جوه الفرن وهي نافشه كده زي البالونه. كانت جميله وخطيره جدا، والقشطه طبعا مديه شكل خطير، عظمه. فطير فلاحي فلاحي مفيش كلام. بصي جميل ازاي ما شاء الله تبارك الله. يعني كان في ناس عايزاها تبقى مقرمشة، عملتها مقرمشة، والاتنين التانيين عملتهم طري ملبن. تبارك الله. بصي بقى حاجة كده خطيرة. اهي دي بقى اللي كانت مقرمشة، دي طلبات الأساتذة عايزينها تبقى مقرمشة. بصي بقى الاتنين التانيين طري ازاي. في ايدك ان انت تدلعي ولادك باقل الامكانيات. حبيبه قلبي بحبك في الله كتير، ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. شايفه طري وجميل وعلى كيف كيفك تدلعي ولادك بدل ما انت تشتريه من بره. حبيبه قلبي ما تنسيش لايك وشير وتشتركي في القناه، هتستفيدي بوصفات كتير موفره. اسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم.